رنا بويرات شقيقة المرحوم الطالب محمد بويرات الذي توفى قبل أكثر من شهر ونيف. ماذا تحدث زوار موقع البلد عن شقيقك المرحوم؟ محمد كان أول شيء محبوب للكل، أصدقاء وأحباب مع الأهل. دار عمي مثلا، عمو عبد الحميد 24 ساعة كعيلهم. كان منيح للكل، يعني حياته ما زعل من حدا أو حدا ضايقه أو إشي. كان هدفه يتعلم برا. طيب، ما كناش يعني نعرف محمد إيه، يعني هو يعني مودع أو إشي، بس يعني بالآخر لحظات إنه شعرنا كان يحكي لست أنا لما بدي أموت بدي أتولع الدنيا. فعلا يعني الحرايق بلشت. نفس الإشي يتصل على الأستاذ يحكي له وأنت تاريخ حفلة التخريج قبل لا أموت. فالأستاذ حكى له الله يطول بعمرك وتحكيش هيك. بتسلى بكيت أنا بالناصر، بتسلى بحكي له تبارك من الحرايق، يعني قبل بليلة قبل لا يتوفى. بحكي له تبارك من الحرايق وتبارك على حالك. أول مرة يعني محمد بتسلى بحكي له. شو بتحكي عن آخر لحظات بحياته؟ كيف كان؟ آخر لحظات يعني قبل بليلة بكي قاعد مع أهلي، بكي قاعد مع صاحبتي كمان. يعني هاي صاحبتي دي فرقناش ولا دقيقة، ما كان يضحك مع الكل، يتصل لأم ابن صفه يحكي لها تصبحي على خير. لأول مرة بحكي لها تصبحي على خير. يعني ما بكناش متوقعين إن محمد يموت، كانت صدمة للكل. شو بكى طموحه؟ كان يحب الفنون والأشياء هاي، كان هدفه إنه يتعلم برا، يساعد أهله، يساعد أمي وأبوي. كيف الأجواء اليوم في البيت في أعقب وفاته؟ يعني منيحة الحمد لله. بنقول الله يصبر أمي وأبوي، يعني أكثر إشي اللي انصدم هم أخوي اللي حمله. بيوم الجنازة لما كان محمد بالتابوت شو كان شعوركم يعني؟ بكيتوا متوقعين انه بيوم من الايام محمد راح يموت جلطة او بهالعمر؟ ما كناش متوقعين ولا أي شي، بكاش يعني مريض ولا بأي إشي، ما توقعناش إنه يموت. شو الكلمة الأخيرة اللي بتحب توجهيها لهادم الفهم؟ نحب نتشكر كل حدا يعني شاركنا بحزننا، نحب نتشكر والله يصبر أهله، يصبر.